السلام عليكم. الناس وحشتني والله. الناس مين اللي وحشتني؟ لما عادي ما حدش وحشني. مش عارف. المهم يعني هو الساعة كام دلوقتي؟ الساعة جيلها 3 4 الصبح. مش مشكلة. هو أنا وأنا قاعد يعني مع نفسي افتكرت حاجة. وناس كتير تعرف زمان، يعني زمان كان في جرايد كانت لطيفة قوي يعني وأنا صغير. مثلا ايه، هو انا عايز اوصل لحاجه يعني، بس انا اقول لكم يعني نوصل ليه مع بعض. الصحيفه دي كان مش فاكر اسمها إيه، يا رب النبأ ولا انا والله ما فاكر عشان ما نظلمش بس حد. كان في بعض الصحف اللطيفه. ي- فايه الصحيفه كنت اخش اقراها في الاول. والله في الاول يعني بقيت اقراها بقى واكل في نفسي. ازاي البلد بتعمل كده وازاي الدوله بتعمل كده. فاكتشفت حاجة إن مفيش حاجة في النص، يعني إيه. تبص مثلا للمذيعين في التلفزيون، البلد جميلة والعصافير بتزقزق والشمس حلوة والأراضي كلها زرع والأحبة اتنين اتنين كده يعني. وما كنت بقرأ الجرايد التانية كانوا هما دايما يقولوا عليها الجرايد الصفراء. هي مش مسألة مش صفراء، يعني هي مش كده، يعني إن هو يعني وتقول حاجات مش صحيحة أو حاجات تخلي الناس تشتريها يعني. اكتشفت إن الجرايد دي برضو كانت مناضلة للدولة يعني، زمان وأنا صغير يعني. إن هي يعني إيه، إحنا خلاص بقى عرفنا الدولة بتقول إيه في التلفزيون. هم بقى يعني إيه، الدنيا كلها شياطين، البلد اسودت. الحقوا يا جماعة احنا بندب خدوا بقى سواد سواد لما اساسا يخلوك يجيلك مش اكتئاب. اللي هو اساسا انت عايز تخرج ترمي نفسك اساسا في اي حاجه بلاعه وتحط الغطا عليك. هو ليه ما فيش حاجه في النص يعني؟ هو البلد على طول يعني. انا طبعا انا ما بتكلمش على الظروف دلوقتي، انا بتكلم على حاجه لاحظتها يعني. يا جنب كله سواد، يا جنب كله افراح وليالي ملاح. يعني اكيد في حاجه في النص يا جماعه. اكيد في ناس بتغلط وناس بتنجح وناس فرحانه وناس زعلانه. مش كله سواد سواد يعني اكيد في حاجه في النص، اكيد في حاجه في النص. يعني تخلي اللي عنده سواد دايما ده يفرح بيه يعني. انا اقعد اقول مثلا ايه، لما عقلت شويه يعني وابتديت افهم وبطلت اقرا الجرايد ديت. هي البلد دي ما بتعملش حاجه حلوه. هو مفيش مستشفى اتبنت، هو مفيش مدرسه اتبنت، هو كله كده 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 يعني مفيش مثلا يعني ايه يقول لك شرطي هجم على مش عارف ايه وعلقها من صوت. ماشي، ما في برضه شرطيين كويسين يعني. ما هو هي الدنيا مش كلها ملايكة يا اخوانا، او يا جماعة او يا حبايبنا. الدنيا فيها من ده على ده، يعني في كل مكان. في شيوخ كويسين وفي شيوخ بيبقوا متسترين ورا الدين. صح ولا لا يعني؟ في مجرمين ما عندهمش اي ضمير، عندهم اي، وفي مجرمين عندهم قلب ورحمه. سبحان الله، يعني حاجه شيء عجيب يعني. يعني زمان يقول لك ايه، لما كنت صغير يقول لك الحرام ما بيسرقش في منطقته. مثلا لو انت قابلت حرامي، ليه يا عم ما بتسرقش في منطقتك؟ لا ازاي، دول اهلي وعزوتنا، ازاي انا امد ايدي على حاجه يعني والله في يعني تحس ان برضو ايه الناس دي والله الخير فيها يعني حتى اللي بيغلط ده الخير جواه يعني بس محتاج ايد تشيله يعني. وهو ده برضو اللي انا بحسه يعني. باجي مثلا على، ودلوقتي مثلا باجي اتفرج مثلا على القنوات بتاعتنا اللطيفة الجميلة اللي فيها الأستاذ مثلا عمرو أديب واللي فيها أحمد موسى تحس إن البلد عسل، عسل ومانجا وسكر نحل. لو رحت اتفرجت على أي قنوات تانية تحس إن أنت عايش في معتقل كبير وسجن كبير. يا جماعة في حاجة حلوة في النص يا جدعان يعني. ما تسودوش الدنيا في وشنا كده، ولا انتوا تفتحوا في الدنيا في وشنا كده ونتصدم. اكيد في خير، اكيد في حاجه. اكيد يعني ما هو في ربنا يعني. وبعدين يعني اي شيء بيحصل
بيكون ليه سبب. يعني الناس لازم تسأل نفسيها في أي شيء، لو ربنا اداها سبب خد منها السبب. يعني في رب عظيم يعني، وفي أكيد حاجات حلوة، وفي قلوب رحيمة، وفي ناس كويسة جدا، وفي ناس لطيفة جدا، وأكيد في يعني مش كله أكيد في بين البياض قوي والسواد قوي، أكيد في حتة كده يعني حلوة يعني نقعد فيها دول ليلة يعني. ولا أنا مش عارف، هو أنا بقول زي خواطر بقى، أنا بقول إيه اللي أنا بقوله ده؟ بس أنا بحاول يعني أعرف الناس أو إخواتنا اللي بيسمعونا أو الناس اللي بتحب تسمعنا، أكيد في حاجة في الوسط عدلة يعني، أكيد مش كله كده يعني. أكيد وجودك إن أنت بتشتغل إلى الآن ده نجاح، أكيد وجودك في وسط أسرة بتحبك ده نجاح. يعني أكيد في حاجة حلوة، أكيد وجودك لسبب، وكنا عملنا حلقة زمان إن إحنا خلقنا لسبب يعني، إن ربنا ما بيخلقش الإنسان عبث يعني. أكيد في سبب غير الدين يعني، أكيد ما تعرفش، ممكن السبب ده يجيلك دلوقتي بعدين كده يعني. فأتمنى إن يعني إن أنا يعني عايز الناس، مش عارف، عايز إخواتنا يعني اللي هم مقبلين على الحياة قبلوا عليها يا جماعة، ما تقلقوش، مش كلها سواد، لا في حاجات حلوة قوي فيها، وفي حاجة كفاية إن يعني إن أنت تكبر في وسط ناس بتحبك، تقعد في وسط ناس بتحبك، ناس بتخاف عليك كده يعني. هو أنا مش عارف أنا قلت إيه بالظبط، بس مش عارف، أنا جات لي البتاع ده قلت لازم. طب مع السلامة.